السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا ماذا قاله الإعلام حول فوز المنتخب المغربي بنصف النهائي والتأهل إلى النهائي. نتفرجوا في الفيديو ونتلاقاو في الآخر. تأهل المغرب أمام الإمارات إلى نهائي كأس العرب اليوم. المنتخب المغربي وصل للنهائي حيث نجح في الفوز على الإمارات بأداء عالمي من طرف لاعبيه الممتازين. بصراحة أقول أن المغرب هو المرشح الأقوى للفوز بكأس العرب بالنظر لأدائه ومستوى لاعبيه الرائع. عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع، معناها انسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن انسان يخدم مليح، انسان يحضر، انسان حط كل الامكانيات. وللامانه نقولوها راف للامانه، المغرب كدولة حطت كل شيء في الكرة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأن كرة القدم جابت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جابت لها تنظيم كأس العالم، جابت لها يوريك أنه الكرة تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكرة وسيلة متاع السياحة، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقة كعرب وكافرقة، مرجع في العالم، تتقرر المغرب في العالم. كيفاش السياسة متاع كرة القدم عندهم فعلا وصلت، وأنه ولات اقتصادية من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكأنه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، قاطرة للاقتصاد المغربي. أنا تعرف بلي ما كاش مشروع منهجي تاع منتخب اللي حاب يحافظ على اللقب. باعوش ما كاش كأساسي، والسعودية كي لاعب أصيب. أنا تعرف بلي منتخب قائمة موسعة معليش صح، لكن كاملها عشوائيه اللي راك تهضر عليها في خيار اللاعبين فيزيك معين وتعرضوا للاصابه وما داهمش لاكوبارا وداو ناس واحد اخرين. ما كاش اللي يحاسب مجيد بوغرا، سعيد كناوي، ما كاش اللي يحاسبوا، ما خلاوهش. انا كيما نعرف ما يخليوهش يدي لاعبين تاع المحليين باش ما يبيرتوربيش الشامبيونا، باسكو سي لو سول شامبيونا عندنا اللي فريق كان في المرتبه الاولى عنده في الجوله العاشره عنده 4 ماتش دو روتار، ما صراتش. انا دخلت كل البطولات باش موجوده. اذا قال لك احنا كون يدي 3 والقانون يقول زوج، يدي 3 يحبسوا الشامبيون. اذا قالوا له زوج، ادي زوج، دبر راسك ادي زوج. وهو سي ان اونترينور نتاع مهمه، ماهوش مدرب نتاع مشروع، لان هذه كانت مهمتنا. المهمه ان الجزائر كنت متواجده، سينو كله كان تاع مشروع. ما نديش ان جوار 38 ما نديش ان جوار 36 ما نديش ان جوار مصاب. كمل هدي يا ودي، دير 20 لعاب. وشوف نعطي مثال واحد باش الناس المشاهدين يفهموا باللي احنا ماناش ضد اللاعبين. عندنا الهدف نتاعنا كيف تسجل. ابراهيمي سدد، وين كان ابراهيمي؟ كان في لاكس، في المكان اللي كان لازم بنزيا يكون موجود. انت شفت ابراهيم يدخل اون فوا لاكس، جات الى تيري، خلي ابراهيم في لاكس، ابراهيم يلعب 60 دقيقه. عودنا خوتي، اذا كما شفنا كان هذا هو الراي ديال الاعلام العربي حول تاهل المنتخب المغربي التاريخي على حساب الامارات الشقيقه. نتمنوا للامارات حظ موفق في المستقبل، والحمد لله المنتخب المغربي شرفنا بهذا الماتش الكبير، ونتمنوا النهائي باذن الله.